باب عموله ولا باب تركي ولا باب حنين سعره على قد الايد؟ وانا مغمض ما ينفعش اقول لك باب عموله، لان ده بيعتمد على الكثافات بتاعه الخشب ونوع الخشب اللي انت هتستخدمه في الباب. فلو انت هتجيب باب محمل وباب يعيش معاك سنين طويله جدا مخدوم يعني وهتعرف تجيبه بس هيبقى غالي شويه، يبقى باب عموله. اما بقى لو الاخشاب اللي هتستخدمها هتبقى كثافتها صغيره او احجامها قليله وده اللي بيخلي الباب سعره رخيص، فلا اروح للتركي. طب اروح للتركي ليه؟ اولا التركي بيجي متقفل زي ما هو. ثانيا الاسعار هتبقى قريبه من بعض، لان الباب الخشب اللي سعره قليل لسه هتجيب له حدايد، لسه هتجيب له اكره، لسه هتدهنه، لسه هتنقله، ده كله في الاخر هيخلي سعره قريب من سعر التركي. خلينا نبص على الباب التركي ونشوف الفينش بتاعه. الحل بيجي مع الباب، فدايما هتلاقي فيه ماتشنج رهيب. كمان الجلد اللي موجود هنا حاجه محترمه جدا، بتمنع الضوضاء وفي نفس الوقت القفله بتاعت الباب بتبقى كويسه. الحدايد اللي موجوده اللي بتيجي مع الباب حاجه محترمه جدا جدا جدا. تقفيل الباب عموما كله على بعضه بوزنته بكل حاجه هتلاقيها حاجه محترمه وحاجه شيك جدا، وكمان سعره بسيط. وبكده لو هتعمل باب عموله محترم يبقى باب عموله 100%. انما لو ناوي تقتصد شويه يبقى تجيب باب تركي. ولو انت عايز المواصفات بتاعه الباب التركي او باب العموله المحترم جدا ابعت لنا واحنا نعمل فيديو تاني. جوه البيت هيقول لك كل حاجه جوه البيت. سلام.